ما العمل إذا كان العيد يوم جمعة؟ أقول بالله تعالى التوفيق. إذا كان العيد يوم جمعة، هل نصلي العيد ونصلي الجمعة، أم أننا نصلي العيد ونجتزئ به ونصلي الجمعة ظهرا إن شئنا؟ هذا هو السؤال المطروح: اجتماع العيد مع الجمعة في يوم واحد. أقول وبالله تعالى التوفيق. ابتداء، قد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث مفادها أننا نجتزئ بواحد عن الآخر، يعني إذا جمعنا في العيد نصلي الجمعة في بيوتنا، إذا صلينا الجمعة لا يتلزمنا صلاة العيد مع الجماعة، لكن كلها أحاديث ضعيفة. كل الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك التي فيها الاجتزاء في التجميع بالعيد أو بالجمعة عن الآخر لا يثبت منها أي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت حديث أبي هريرة، حديث زيد بن خالد الجهني، حديث عبد الله بن عمر، كلها لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد عن ابن الزبير أنه صلى العيد وقال للناس إن مجمعون فمن شاء جمع ومن شاء انصرف، فقيل لابن عباس في ذلك قال أصاب السنة، لكن هذا الخبر أيضا ضعيف غير ثابت. لكن صح أن عثمان رضي الله عنه صرح لأهل البوادي، لأن الناس كانوا يأتون من البادية لصلاة العيد ولا يجدون مأوى يأوون إليه، لا يمسك هناك فنادق ولا شيء، فرخص لهم في الانصراف. هذا الذي ورد في هذا الصدد فقط. أما عن أقوال العلماء، فيرى جمهور العلماء أنه لا يجتزأ بالعيد عن الجمعة، لأن العيد سنة والجمعة فرض. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالعيد سنة، لا يجتزأ بالسنة عن الفريضة، عن فرض الجمعة. فهذا مستند الجمهور القائلين بأنه لا يجزئ لا تجزئ صلاة العيد عن صلاة الجمعة، بل لزاما أن يصلون الجمعة. بهذا قال الإمام مالك: قال لم يبلغني لأحد من الصحابة أنه رخص لأهل البوادي في الانصراف إلا عثمان، كأنه لم يقنع بصنيع عثمان رضي الله تعالى عنه. فمالك أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليهما يريان بمذاهبهما في الجملة أنه لا يجتزأ بالعيد عن الجمعة، لأن الجمعة فرض، والأحاديث التي وردت عن رسول الله في الاجتزاء لا تثبت. أما الإمام الشافعي فيرى الترخيص لأهل البوادي خاصة، لا يرى العموم، إنما أهل البادية الذين يأتون من بادية صلاة العيد ويصعب عليهم الانتظار للجمعة، هؤلاء الذين يرخص لهم. أما الحنابلة فمأثور عنهم التجويز، وقالوا مع التجويز الإمام أيضا يعقد الجمعة. فأستطيع أن أخلص بأن العيد إذا اجتمع مع الجمعة يصلى العيد وتصلى الجمعة. أما العيد فنافلة، يعني ليست بفريضة، وأما الجمعة ففريضة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قيل: هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال: لا، إلا أن تطوع. الذي تسبب في نشر القول بأننا
نجتزئ بالعيد عن الجمعة، لعله كلام ابن تيمية رحمه الله. قال إذا اجتمع العيد مع الجمعة سقطت الجمعة، لكن الأدلة عليه ليست له. أدلة من رسول الله في هذا الذي ذهب إليه ضعيفة، والآية محكمة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا اختصارا، وبالله تعالى التوفيق. أكرر: إذا اجتمع العيد مع الجمعة فلم يثبت عن رسول الله خبر أن أحدهما يجزي عن الآخر، والله قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فيصلى العيد وتصلى الجمعة. أما صلاة العيد فنافلة، أما صلاة الجمعة ففريضة، وبالله تعالى التوفيق. هذا باختصار، والمستعان هو الله سبحانه وتعالى.